السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد في قناة خيركم. ومعانا النهاردة الحكم الثالث للنون الساكنة والتنوين، وهو حكم القلب، ويسميه البعض الإقلاب. القلب في اللغة هو التحويل، تحويل الشيء عن وجهه. أقول قلبت الكتاب يعني وضعته على الوجه الآخر، حولته على الوجه الآخر، ولكن ليس هذا ما يعنينا. يعنينا الاصطلاح، المعنى في الاصطلاح القرآني. القلب هو قلب النون الساكنة ميما ساكنة مخفاة بغنة إذا التقت بالباء. نقول كمان القلب هو قلب النون الساكنة ميما ساكنة مخفاة بغنة إذا التقت بالباء. يعني لو وجدنا الباء جاءت بعد النون الساكنة وجب علينا، طبعا سواء كان في كلمة أو في كلمتين أو كان في التنوين، في الثلاث حالات وجب أن نقلب هذه النون الساكنة إلى ميم ساكنة، ثم أخفي هذه الميم مع غنة زمنها حركتين بدون ما كز على الشفتين وبدون ما اترك فرجة بين الشفتين. هذا هو حكم القلب، هذا هو حكم القلب. يبقى هو تحويل النون الساكنة إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة عند ملاقاتها للباء. ناخد أمثلة في كلمة مثلا زي ما أقول أنبئهم. هي الكلمة أصلها أنبئهم، أنبئهم. لو حضرتك جيت تنطق الكلمة دي في الطبيعة بدون قرآن، بدون ما تكون بتقرأ تجويد، هتلاقي نفسك بتقول أنبئهم. جرب كده تقول كلمة عنبر، هتلاقي نفسك طبيعي من لوحدك بتقول عنبر، عنبر. من نفسك هتلاقيك قلبت النون إلى ميم. يعني اللغة العربية هي موجودة بالسليقة عند الإنسان، هتلاقي بتقول عنبر. يبقى أنبئهم، قلبت النون الساكنة إلى ميم ساكنة، ثم تلامست الشفتين بخفة بدون كز. أنبي، كأن الميم بتتنطق باستحياء بغنة. في حالة الزمن بتاع التلامس الشفتين بجيب غنة حركتين، أنبئهم، ثم أطلع بحرف الباء بقوة، حرف باء شديد. مثال مثلا بين كلمتين، سميع بصير. سميع ده للتنوين، سميع بصير. بدل ما أقول سميع بصير، سميع بصير فيها مشقة، نطق النون هنا فيه مشقة. الأسهل لي إنها تبقى سميع بصير من غير ما حد يشرح لي، هو أنا هلاقي لساني بيقولها كده. الزيادة هي إن إحنا هنطلب منك غنة، سميع بصير. أما أقول مثلا إنه عليم بذات الصدور، عليم عليم بين كلمتين كمان لما أقول مثلا من بينهم، من أسهل من أن أنا أقول من بينهم، من أسهل. هذا هو حكم القلب. طيب، يبقى كيفيته نقولها تاني. أول حاجة إن أنا هقلب النون لميم خالصة، ميم، نون ساكنة قلبتها ميم، تمام، اتلغت النون وبقت ميم. تاني حاجة هلامس الشفتين بعضهم ببعض وأحدث غنة زمنها حركتين، غنة زمنها حركتين. عايزة أقول إن ماشي قوي، منتشر قوي طريقة أداء لحكم الإقلاب أو لحكم الإخفاء. خلينا نقول لحكم الإخفاء، ترك فرجة بين الشفتين عند الإخفاء. يتقال كده
ترميهم بحجارة. طيب انتوا مقتنعين بده؟ يعني اللي سمعني دلوقتي مقتنع؟ ترميهم من غير ما تكون دارس ولا حاجة. الصوت ده أشبه بإيه؟ أشبه بالنون المخفاة. ترميهم ده أشبه بالنون. يبقى أنا لو تركت فرجة عند الإخفاء للميم هيشتبه مع الإخفاء للنون، نفس الصوت. أنا عايزة أقول للجماعة اللي بيعملوا كده في الإخفاء للميم إنه ليس هناك دليل على هذا الفعل في الكتب. مفيش أي عالم في الكتب قال يجب ترك فرجة للشفتين عند الإتيان بالإخفاء. مفيش شيخ وصى بهذا كتابة ولا في متن ذكر هذا، متن من المتون اللي أخذنا منها هذا العلم. ولكن هذا الفعل قام به أحد العلماء الأجلاء جزاه الله كل خير على ما اجتهد وعلى ما فكر، له أجر الاجتهاد. فكر أنه هناك تشابه بين أداء إخفاء الميم وإخفاء النون، ففعل الاثنين زي بعض وورث هذا الفعل لتلاميذه، وانتشر هذا الفعل يوما بعد يوم واستقر وأصبح يدرس على إنه هو الأصل. لا، هذا الفعل ليس صحيح، عفى الله عن كل من فعله، ليس صحيح. الصحيح هو تلامس الشفتين ولكن بدون كز، حتى لا تشتبه العملية بالإدغام، حتى لا ينتج ميم مشددة. بخلي صوت الميم ضعيف. إخفاء الميم يعني تنطق على استحياء، صوتها ضعيف، ولكن لازم يكون موجود صوتها. لكن ما أقولش ترميهم، فين الميم؟ أين الميم هنا في الموضوع؟ مفيش ميم. أنا بقول إخفاء الميم، فلازم يبقى فيه أثر للميم. الإخفاء ليس الإعدام، ليس إعدام الميم كلية. الإخفاء معناه ضعف صوتها، أنها تنطق على استحياء، فلا بد من تلامس الشفتين ولكن دون إطباق. ونرجع لدروس دكتور أيمن رشدي سويد اللي بحث في هذه المسألة قرابة 20 عاما، ولف بلاد إسلامية كثيرة ليبحث عن من أتى بهذا الفعل، إلى أن وجد أنه في مصر عالم جليل فعل هذا الفعل اجتهادا منه على أنه يشتبه بالنون الساكنة. ولكن سأله هل دلك هذا على هذا أحد العلماء؟ قال له لا، هو من رأسي. فأرجو إن إحنا ما نزودش بقى في انتشار هذا الأداء ونصمم عليه، لأنه ليس له أي أصل. ترميهم بحجارة. تمام؟ لازم أأكد على إن أنا لما بأدي الغنة تؤدى في وضع سكون الشفتين. يعني لو أنا عندي كلمة مضمومة مثلا زي سميع بصير، ما أديش الغنة وأنا صوتي مضموم سميع بصير، لا، الغنة تؤدى والحرف ساكن. هي الغنة أصلا بتبقى مع الحرف الساكن، الغنة لا تأتي مع حرف متحرك، هي مع الحرف الساكن، والحرف الساكن ينطق والفم في وضع الانبساط. سميع بصير. تمام؟ يبقى القلب هو قلب النون الساكنة إلى ميم ساكنة عند ملاقاتها للباء مع إخفاء صوت الميم مع وجود غنة. حكم سهل وبسيط، خدنا له أمثلة كتير. ترميهم بحجارة، أنبئوني، وأما من بخل. نشوف بقى له أمثلة. وفي الكتاب المصور، الكتاب العظيم اللي بندرس منه للدكتور أيمن، التجويد المصور، ونطبق الكلام اللي شرحناه على الكتاب. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي معانا الحكم الثالث، القلب. هو في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو قلب النون الساكنة، قلب النون الساكنة أو التنوين
عند الباء ميما مخفاة بغنة، نحو من بعد. بناخد مثال من بعد، ادي عندي النون عليها ايه؟ الميم الصغيرة. ايوه، يبقى انا عملت ايه؟ قلبت النون الساكنة الى ميم، حولت النون الساكنة الى ميم. يبقى هنا المصحف بيساعدني بانه حاطط لي الميم الصغيرة دي تساعدني على فهم الحكم اللي انا مقدمة عليه. النون اتقلبت الى ميم، يبقى ده اللي انا هنطقه، اللي مكتوب ده هو اللي انا هنطقه. من بعد، وجايب لي الباء باللون الاحمر دلالة على ان ده سبب الحكم. اللون الاحمر هو سبب الحكم. من بعد، من بعد. يبقى القلب مع حرف واحد، حكم القلب مع حرف واحد فقط الباء، مش زي الإظهار كان مع 6 حروف والإدغام كان مع 6 حروف، إنما القلب مع حرف واحد هو الباء. من بعد أن بورك، كذلك النون هنا قلبناها إلى ميم وحطينا الميم الصغيرة فوق للدلالة على إني هنطق ميم. الحرف اللي بيتكتب فوق الحرف للدلالة على إن اللي فوق هو اللي هيتنطق. أما نلاقي في المصحف حرف مكتوب فوقه حرف، معناه إن الحرف اللي فوق هو اللي هيتنطق. أم بورك، وآدي الباء اللي هي السبب في هذه العملية أو هذا الحكم. أم بورك. أنبئهم، أنبئهم، النون الساكنة أيضا وضعت عليها الميم ثم كسرت الباء. أنبئهم، ده مثال للفتح ومثال للضم ومثال في حالة الكسر. نشوف في حالة التنوين، سميع بصير، سميع بصير. عمل ايه في التنوين؟ انا عندي التنوين بيبقى عبارة عن حركتين جنب بعض. طيب ادي الحركة الاولى الدلالة على الاعراب او على حركة الكلمة، الضم. الضمة التانية شلتها اللي هي بتدل على التنوين اللي هي المفروض نطقا نون، وقلبتها لميم، يعني سميع بقت سميع عم بالميم. سميع بصير باء. هذا السبب ايه؟ هو الباء، يعني هذه العملية بسبب حرف الباء. سميع بصير. يبقى لما اشوف التنوين كده ضمة واللي جنبيه ميم، معناه ان التنوين اللي هو صوته نون قلب الى صوت ميم. جزاء بما، هنا الهمزة مفتوحة، بدل ما يتحط فتحتين اتحط جنبها ايه؟ ميم. مكان مين؟ مكان النون الساكنة، بدل جزاء بقت جزاء. جزاء، جزاء بما، طبعا مديت عشان المتصل. يعني ممكن يطلع مني مثلا وانا بشرح في بين كلمتين بشرح في حكم معين، يطلع مني ان انا ما مدش على اعتبار ان احنا مركزين في حكم معين، لكن لما هنيجي نقرأ القرآن لازم هنبقى عارفين ان احنا هنمد المتصل. جزاء بما، يبقى انا هنا قلبت النون الساكنة بتاعت التنوين إلى حرف الميم وأخفتها عند الباء المكسورة. نيجي هنا نشوف شيء با، شيء بصير. أيضا الهمزة المكسورة قلبت التنوين بتاعها، النون اللي هو بدل كسرتين حطيت كسرة واحدة والكسرة التانية استبدلتها بالميم اللي هي مكان النون. شيء بصير. هنا مثال في حالة ضم التنوين، مثال في حالة فتح التنوين، مثال في حالة كسر التنوين. هنا حد هيقول لي في حالة نصب التنوين، انت قلت لنا لما بننصب التنوين بنحط فتحتين وألف، فين الألف؟ الألف ما حطهاش هنا، لو كان قبل الهمزة ألف
لو قبل الهمزة ألف ما ارجعش تاني أحط ألف. يعني كلمة سماء ما احطش بعد الهمزة ألف، دعاء ما احطش بعد الهمزة ألف. بنحط ألف لو كانت الهمزة مش مسبوقة بألف. تمام. بصوا بقى للصورة هنا، بصوا شكل الفم. ده شكل الفم في حالة الإقلاب. شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلبة عن نون يكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافاة. مجافاة يعني ما بتركش مسافة بينهم وبين بعض، ما بفتحش، ما ببقاش فاتحة البق، ولا كز، ولا ان انا بعضهم على بعض كأني بعمل حالة ادغام للميم. مجرد ان كأني بقي مقفول في حالة السكون، كأن انا ساكنة ما بعملش حاجة. ده منظر الشفتين في حالة النطق بالميم المنقلبة. طيب نشوف الصفحة التانية. علامة قلب النون الساكنة زي ما احنا شفت. علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا. ادي النون ويبقى عليها الميم بهذا الشكل مكتوبة بالشكل الرقعة، لان انا عندي ميم تانية مكتوبة للنسخ بتدل على الوقف اللازم، فعشان ما لخبطش بين الاتنين الميم الرقعة هي اللي بتدل على حكم الايه القلب. نحو من بعد أنبورك أنبئهم. من بعد أنبورك أنبئهم. تمام. طيب نشوف الصفحة اللي بعدها. علامة قلب التنوين. علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية اللي هي الحركة الدالة على التنوين هكذا. لو أنا بضم أدي ضمة واحدة، والضمة التانية هشيلها وأحط مكانها ميم. لو أنا بنصب يعني بحط فتحتين هحط فتحة واحدة والفتحة التانية أحط مكانها ميم. لو أنا بكسر بدل كسرتين هحط كسرة واحدة والكسرة التانية مكانها ميم. نحو سميع بصير، أهو زي ما انتوا شايفين ضمة وميم. وهنا جزاء بما الهمزة عليها فتحة وميم. شيء بصير الهمزة تحتها كسرة وميم. وهذا كان حكم الإقلاب، مفيش أسهل من كده. وبكده خلصنا درس الإقلاب أو حكم الإقلاب للنون الساكنة، ونبقى أخدنا 3 أحكام: الإظهار، الإدغام، القلب. أرجو يكون الدرس سهل عليكم، وهو بسيط وسهل جدا فعلا. ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناة وتشير الفيديوهات عشان غيرك يستفيد. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.